سوريا غنية بالتراث والكثير من الحرف اليدوية القديمة، وبالرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الذي طرأ عليها، إلا أنه ما زال هناك بعض الحرف اليدوية التي لا تزال تمارس من قبل بعض الأشخاص متخذين منها لقمة لعيشهم. ومن أولئك الأشخاص العم أبو السبع الذي يعمل في صناعة الأشكال والمجسمات معتمدا على الخشب كمادة أساسية في التصنيع. ولكي نتعرف على المزيد عن أبو السبع وحرفته، أنا ندى إبراهيم أجريت معه الحوار التالي. مرحبا، أهلين وسهلين بمحطتكن الكريمة. فيك تحكي لنا عن حالك عمو أبو السبع؟ المبدع والشاعر أبو السبع، متحف الأعمال اليدوية بالقامشلي. أنا صار لي 35 سنة بهالبلد، علما أني ما عندي لا وطن ولا جنسية، وعملت أعمال يدوية الحمد لله والشكر معروف. اسمي توما بطرزيليا، الملقب أبو السبع، يعني المعروف. هلا أي واحد إذا ما تقولي متحف أبو السبع ما حد يعرفني. أهلين فيك عمو أبو السبع، فيك تحكي لنا أنه شو عم تشتغل وشو هي مهنتك بالضبط؟ أنا بالنسبة لمهنتي هو هذا ابداع من رب العالمين. انا صح مهنة ابوي جدي النجارة، بس انا ابدعت فيها. اشفي شغلي بالخشب اين تكون تتجي عندي، ايش بدكي من هدايا، من براويز، من تحف، من قبضة مسدس، اي دولة بالعالم راحوا قطع. اي صح انا طبعا اعمل هاي، بس هاي موهبة من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قسم العقول وقسم الارزاق. عبارة هي اخشاب من الزان والسويدي ومجنون وسنديان بايب، أنواع الخشب حسب ما تستوعب القطعة بشتغل. بعدين أنا بالنسبة لي تصميم كله من عقلي الحمد لله والشكر. كل ثانية وكل دقيقة أريد أبدع وأسوي، بس كمان ما أقدر أكدس، لأنه ما تلاحظ شيء فيه اهتمام. مثل ما يقول كله من الأخشاب النظيفة والمواد وغيرها. مرات في قطع عدنا تستوجب ندخل له نحاس او ترصيص لؤلؤ او شغله معينه، اكسسوارات مشان تتجمل اكثر. في قطع نعتقها وفي قطع ما نعتقها. مثلا في قطع خشب سويدي نعتقه، والزانم كذلك في نعتقه وفي ما نعتقه. ابو السبع، باي عمر تعلمت هالمهنه ومين اللي علمك اياها؟ صح ابوي وجدي نجار، بس انا ابدعت فيها. موهبه من رب العالمين، ما حد علمني. طبعا اجت موهبه يوم على يوم، صار احب ابدع واقدم واسوي. اقدر قلت لك انا كل ثانيه اقدر ابدع واقدم واسوي. صح ابوي وجدي كان يشتغل شغلات معينه مثل ديديات وهيك شغلات هيك بسيطه، بس انا ابدعته تصميم، وهالابداع كله من عقلي. اي قطعه تشوفيها عندي اتحداكي اذا شفتيها باي مكان، باوروبا بسوريا، ومن عدا قطع راحوا لي كثير قطع. يعني ابو السبع، شو هي المواد اللي بتعتمد عليها بمهنتك، وكيف بتساوي قطعتك، كيف بتبلش تصنيعها؟ مثلا تجيني فكرة بس اريد اصمم القطعة، تقول كلها صورت قدامي بصممها. اي مرات اعمل لها قوالب كرتون ارسمها هيك. اعتمد على الغرة لأن هي مادة لازقة، نلزقها ونظبطها ونحفها، وبعدين نلزقها بالغرة. بعدين إذا نعتقها نضربها حب جوز، بعدين نحفها. كمان نضرب سيلر نحفها، وتشين سيلر، بعدين نضرب لكر. يعني هذول أشياء أساسية، الغرة وسيلر ولكر وتنر ونفط وكاغد غزيز، يعني هاي مواد أساسية. بسمار أنا ما أعتمد على البسمار نهائيا، ما ثبت بسمار. جيبي لي أي قطعة لا طلعي بالمتحف عندي، طلعي لي بسمار، ما في بسمار. في حدا غيرك بيشتغل بهالمهنة بمدينة القامشلي؟ أنا وحيد بمحافظة الحسكة والقامشلي. في حدا عم يتدرب عندك؟ يجوني كثير بنات، بس أكثرية من الشعب الكردي، يعني يتوجهون علي كثير بنات من الشعب الكردي. سوينا دورات أو أقول لنا بدها إبداع وبدها موهبة. في شغلات هلا تجيكي مثلا البيارة عدة موديلات عملته، صناديق عدة موديلات، براويز عدة موديلات، شغلات معقدة تجي توقفين بدك تبدعين تتبلشين فيها، من اين تبدين ومن اين. كلها موهبة من رب العالمين الحمد لله والشكر. وجوني كثير، يعني كثير يجوني بنات ابو السبع، مين هن الفئات اللي بتحب تجي لعندك وتقتني هالقطع اللي عم تصنعها؟ والله صدقيني انا اكون صريح بضميري بمقدساتي برحمة الميتين. اكثرية من الشعب الكردي يجي عندي، من المسيحيين بالمية 5، من الفئات الباقي، بس أكثرية
من الشعب الكردي. أنا لا أتحيز لهذا ولا أتحيز، بس أحكي كلمة الصراحة. أبو سبع، أنت بتشتغل شي مهنة تانية مع هالمهنة، ولا أنت بتعتمد على هالمهنة بلقمة عيشك مثلا، أو بتأمن رزقك من هالمهنة؟ يا ترى هالمهنة بتوفي معك ولا لا؟ والله شوفي تقلكي، الحمد لله والشكر، أنا ما عندي مورد آخر، عيشتي هذا عملي، مرات هيك ومرات هيك، والحمد لله والشكر مستورة. يعني ايش بدنا نصير نطير بالهواء؟ الحمد لله والشكر يعني مستورة، لمن الله يفرجها على الخير على الجميع وعلينا وعلى كل هالشعب المظلوم. في شعب مظلوم مضطهد، الله يساعدن. أبو السبع، في حدا من أولادك أو قريبائك مثلا تعلم منك هالمهنة، أو أنت عطيته هالخبرة ولا لا؟ كان عندي ابني أعظم مبدع رسام، يسوي آلات وشم ويوشم، وسوى يعني كنت أقول له مثلا أعمل لي شعار كردستان، بخلال ثواني طلع لي 20 موديل. توفى ابني عمره 27 سنة، توفى، هو وحيد، هذا ما كان عندي غير. طيب أبو السبع، بنهاية لقائنا شو بتحب تحكي بشكل عام؟ أنا اليوم صار لي 35 سنة بهالبلد أبدعته، وأنا من النوع معون الأكل فيه وما أبزق. أرجو من المسؤولين أو أرجو من الناس اللي ينظرون على الناس المظلوم، اليوم لا أملك لا جنسية ولا وطن، يعني أرجو من هالطيبين والخيرين والناس اللي تقدر توصل صوتي للأعلى. وأشكر إذاعتكن الكريمة اللي أفتحت هاي المجال. عمو أبو السبع، يعطيك العافية، شكرا لك.